ما تيجي اعلمك ازاي تجرب الايفون زي المحترفين بالظبط. يلا عشان ما اطولش عليك، تعالى. اول حاجه ازاي تعرف الايفون اللي انت بتشتريه ده مفتوح ولا مش مفتوح، ومن الناحيه التانية هتقدر تعرف اذا كان الموبايل ده تجميع ولا مش تجميع، شرعي ولا مش شرعي، بطاريه متعليه ولا بطاريه مش متعليه. اول حاجه انت بتعملها في الايفون كيوزر عادي مش هتعرف حته المسامير اذا كانت متعلمه مفتوحه ولا مش مفتوحه، فكل اللي انتوا بتقدروا تعرفوه ان هو ووتر بروف ولا مش ووتر بروف. طيب ازاي تعرف ان هو ووتر بروف شرعي ولا ووتر بروف مضروب؟ اول حاجه انت بتشيل مكان السيم كارد وبتطلع الخط، بعد كده بتحط بقك مكان السيم كارد وبتروح دايس على السماعه، بتكتمها سماعه الودن وبتكتم الاجراز. لازم تكتم الاتنين دول وتروح نافخ جامد لغايه لما تلاقي الموضوع كله كاتم الهواء، مفيش اي تسريب خالص. في ناس هتقول لك ازاي؟ ما هو المفروض ان هو ووتر بروف، لما اجي انفخ فيه مش شرط ان انا احط ايدي على السماعه ومش شرط ان انا احط ايدي على الاجراز، انت لازم تحط ايدك على السماعه وتحط ايدك على الاجراز، لان لو ما عملتش كده هيطلع من هنا هواء او من تحت هواء، فهتفكر ان الجهاز مفتوح ويبقى انت كده ظلمت اللي انت بتشتري منه. طيب اعرف ازاي ان هو الووتر بروف ده اوريجينال ولا مش اوريجينال؟ نفس فتحه بيت الخط اللي انت فتحتها ونفخت فيها هتشمها الاول قبل ما تنفخ وقبل تعمل ده كله، هتشمها. لو لقيت ريحتها قريبه من تنر او ريحه سيليكون او ريحه زي ريحه الكولا، ريحه بنزين، ريحه مش مظبوطه، اعرف على طول ان الجهاز ده المضروب بتاعه الووتر بروف. كده انت عرفت حته الووتر بروف مش اذا كان اصلي ولا اذا كان مضروب. تاني حاجه معانا ازاي اعرف ان البطاريه دي شرعي ولا البطاريه دي متعليه والشغل اللي احنا عارفينه. الكلام ده احنا قلناه في فيديوهات كتير قبل كده، بس انا قلت اعمل لك الفيديو ده الم لك فيه كل حاجه مره واحده. اول حاجه كده بالعقل، انت لما بتيجي تشتري تليفون، ابل ذات نفسها قايله ايه؟ قايله ان ال 5% من النسبه من صحه البطاريه بتنزل في 250 شحنه، يعني الطبيعي ال 365 يوم بتوع السنه يقلوا معاك من 6% ل 8%، عشان انت تريح دماغك. ازاي؟ يبقى انا معايا موبايل اكتيفيت، بخش على موقع ابل الاول وانا ماسك الموبايل، بخش على السيريال نمبر بحطه على موقع ابل عشان اشوف الاكتيفيت بتاعته، بلاقيه مثلا متاكتيف بقاله سنه البطاريه بتاعته 95 93 92. لو مركون زي ما هم بيقولوا هتبص تلاقي بطاريته 98 يا عم، ده طبيعي. انما لما تلاقيه سنتين 3 سنين 4 سنين والبطاريه بتاعته 90 فيما فوق لغايه 100%، 4 سنين وبطاريته 100% يا جاحد، ده انت لو كنت بتفتحه كل سنه تقول فيه الو البطاريه برضه هتنزل. فده في حد ذاته ده لعب في البطاريات. تليفوني 15 برو ماكس جايبه في اخر شهر 10 اول ما نزل، لغايه دلوقتي اهو البطاريه بتاعته بقت 97%. رقم 3 ودي مهمه برضه، ازاي تجرب الشاشه. الخطوات اللي انا بقولها لك دي كلها مجرد ما انت هتجربها عند اللي انت بتشتري منه الموبايل هو هيقلق منك اصلا. طيب اول حاجه الترو تون اللي احنا كلنا عارفينه. الترو تون ده يا جماعه اللي هو لما بنمسك الموبايل وبنشد من فوق وبنيجي على دي علامه الاضاءه دي البرايتنس وبندوس بنلاقي الثلاث حاجات دول. لو الجهاز مغير شاشه بيبقوا حاجتين. طيب لو مغير شاشه والراجل ده نصاب هتلاقيه عمل لك الترو تون ده بالسوفت وير، فده حاجه برضو مش اكيده ان انت تعرف الجهاز بيها مغير شاشه ولا لا. طب تعرف اجرب الشاشه ازاي؟ لما باجي اجرب الشاشه اول حاجه بجيب لون ابيض وبتاكد من بياض الشاشه فيها بقع او بيكسلز، بقع صغيره بيضه ولا لا. بعد كده بجيب شاشه سوداء واشوف فيها بيكسل بيضه ولا ما فيهاش. بعد كده بتروح جاي على الابلكيشن ودايس على اي واحد فيهم لغايه ما الابلكيشنز كلها تتهز زي ما احنا شايفين كده، كلها بقت تتهز بتاخد الابلكيشن منهم وتلف على الشاشه كلها في جميع الاتجاهات. لو جيت عند لاين معين وساب ايدك يبقى الشاشه دي فيها لاين فاصل، انت كده جربت لون ابيض لون اسود وجربت تحرك الايقونات بتاعه الشاشه، كده الشاشه تمام. رابع حاجه عندنا بقى الكاميرات لما تيجي تجربها دي عايزه صبر شويه. يعني لما بتيجي تجرب الكاميرا اول حاجه انت بتجربها بتشوف المدى القريب والمدى البعيد وكل ده تمام. بتجيب ورقه بيضه خالص وبتنزل عليها بالكاميرا، بتقرب على قد ما تقدر بايدك، تبقى الورقه كده والكاميرا كده، وتبتدي ان انت تشوف لو في بقع سودا بسيطه ولا لا. طيب بعد كده بتنقل على الكاميرا بتاعت البورتريه، كاميرا البورتريه بتتنقل مع الكاميرا الاساسيه، فلو برضو فيها بقعه بتبلغ. بعد كده بتجرب من على بعد، بتجرب الثلاث كاميرات لو الموبايل بثلاث كاميرات، وبتجرب الكاميرتين لو الموبايل بكاميرتين. تجرب دول ازاي؟ عن طريق ان انت
بتمسك الموبايل بالزوم وبتبتدي ان انت تعمل زوم تجربه بجميع ابعاده وتبعد للاخر، يعني تجيب اخره وتجيب اوله من اول خالص، ترجع ورا خالص. لو في اي تغير او اي هزه بيبان معاك ان في كاميرا من الثلاث كاميرات او كاميرا من الكاميرتين فاصلين معاك، يبقى انت كده قفشت الحته بتاعه الكاميرات. تختبر البطاريه ازاي؟ بتفتح فيديو بفلاش وبتصور 5 دقائق، ال5 دقائق والفيديو ابو فلاش ده شغال، مبدئيا هتلاقي الجهاز سخن جدا وولع يعني. وانت بتجرب بالكاميرات دي وانت بتجرب الفيديو بالخمس دقائق، الطبيعي لو الموبايل جديد هينزل معاك 3% من 2% ل 3%. لو الموبايل البطاريه بتاعته كويسه مش وحشه يعني في الثمانينات هينزل معاك 5% او 4%. انما لو انت لقيت البطاريه عاليه وفي فيديو زي ده 5 دقائق ولقيته نزل 7 8%، اعرف على طول ان البطاريه دي مش تمام، والنسبه اللي هي البرسنتج دي اللي جوه في الباتري هيلث دي فيها حاجه شمال. يبقى انت كده جربت البطاريه واطمنت على البطاريه بتاعتك. مكالماتك وشبكتك دي انا مش هعرف اقول لك تجربها ازاي، انت هتحط الخط وهتجرب مكالمه وهتجرب المايكات، لان هم في 3 مايكات، المايك بتاع التسجيل وعندك المايك بتاع المكالمه العاديه وعندك المايك بتاع السبيكر. والمكالمات انت بقى ايه هي والشبكه دي هتبان معاك مع العشره، يعني لازم تاخد الجهاز وتروح خلاص انت عديت الحاجات المهمه. في نصيحه بقى عايز اقولها لك اخر حاجه، لو انت حابب موبايل قديم يعني نفسك في اكس اس ماكس زي ناس كتير بتيجي وبتسال، ونفسك في 11 برو ماكس، انت كل اللي موجود قدامك جهاز حديده كده لوحده بطوله وبطاريات 100 وبتاع. وانا سمعت احمد تربو بيقول ان الحاجات دي بتبقى تجميع او البطاريات دي متعليه. انا افضل ليا وافضل ليك انت ان انت تجيب موبايل بطاريته ضعيفه، خلص عليها خالص، افتحه غير له البطاريه، اسمك انت فاهم ان انت اللي غيرت البطاريه. لا قدر الله موبايل فيه شرخ في الشاشه مش مفتوح، اخده اغير له الشاشه، اسمك انت عارف الموبايل ده فيه ايه. انما لو انت جبت تجميع انت مش عارف هو فيه ايه، انت كل اللي واضح قدامك ان الموبايل جديد الله ما فيهوش خربوش، هو ده اللي فارق معاك، انما انت مش عارف هو جواه ايه. فانا عندي افضل ليك انت ان انت تجيب موبايل فيه بطاريه ضعيفه او فيه ديفو في الشاشه ولا حاجه، ده هيكون افضل ليك صدقني والله العظيم. اخر حاجه بالنسبه للموبايل، انا قلت لك تجربه ازاي زي المحترفين، انا كاحمد تربو بجرب الجهاز زي ما انا قلت لك كده مع شويه خبرات بسيطه كده، مش هعرف اعلمها لك لان دي بتيجي مع العشره. اخر حاجه بقى هقولها لك ان انت لو الحل الوحيد ان انت لو معاك كرتونه بتاعت الموبايل، صور لي بعد ما تجرب ده كله واطمنت وعرفت ان كله تمام، هتصور لي ظهر الكرتونه كامله صوره واضحه وابعتها لي على الانستجرام، عشان لو الكرتونه لا قدر الله مضروبه ولا اي حاجه من دي افهمك على طول. الفيديو ده طويل شويه. تابعنا يا صديقي لو انت اول مره تشوفني، احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين الموبايلات الايفون والموبايلات الفلاج شيب حول العالم، بنحاول وبنسعى جيدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو، بنجيب عليها عروض هتعجبك جدا ان شاء الله. حابب تشوف فيديوهاتي منسقه تحت بعضيها بعناوينها، هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تربو. اتمنى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد ان شاء الله. استنى رسائلك على الانستجرام، اعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.